فيلمنا النهارده قصة حقيقية عن واحد قتل عيلة كاملة وفقد الذاكرة بعدها، وعلشان ينتقموا منه فهموه انهم عيلته وعاشوا معاه علشان يرجعوا له ذاكرته. وبنبدأ فيلمنا سنة 1997 مع جين سيوك واخوه يو سيوك، وهما في الطريق لبيتهم الجديد مع ابوهم وامهم. ومامته هنا بتصحيه من كابوس وبيقول لها انه اسف وانه كان بيحلم. وهنا هما وصلوا للبيت الجديد وبداوا ينقلوا حاجتهم جوه، وبنعرف هنا ان صاحب البيت القديم سايب حاجات مهمه في الاوضه دي وقافلها لحد اخر الشهر، وده واحد بيساعدهم في نقل الحاجه. ولما يو سيوك سابهم ونزل، الراجل ده سأل جيم باستغراب هو ده اخوك الكبير ولا لا؟ فقال له ايوه ده اخويا. فبيسأله عن عمره وهو كام سنة، وجين لسه هيرد عليه بس يو سيوك دخل عليهم وقال له انه في حد عايزه تحت. وبالليل وهم بيتعشوا جين بيسمع صوت خبط في السقف جاي من الأوضة اللي مقفولة، لكن أبوه بيقول له ده صوت الرعد. ولما دخل ينام سمع نفس الصوت فراح ناحية الأوضة علشان يتأكد، ولسه هيفتحها أخوه جاله وقال له إنه بيتهيأ له، فقال له تعالى نتمشى شوية، وخدوه خرجوا بره علشان يغيروا جو. وهنا أبوه بيرن عليه وبيسأله عن حاجة ضايعة فعايزه يروح البيت يجيبها له، فقال لأخوه يستنى هنا لحد ما يرجع له. بس جين كان سمع صوت زعيق وراح على الصوت لقى إن أخوه اتخطف في عربية وهربوا بيه، لكنه كان عارف أرقام العربية. ولما رجع البيت عرفهم باللي حصل، وتاني يوم الشرطة جت وهنا جيم بيعرفهم باللي حصل وبيبلغهم برقم العربية، لكنهم بيقولوا له ان مفيش عربية في البلد بالرقم ده. وبعد 19 يوم اخوه بيرجع البيت، لكن وهو ناسي اللي حصل معاه في الايام اللي فاتت. وبالليل وهم نايمين جيم بيصحى من النوم على صوت باب البيت وهو بيتقفل واخوه مش على سريره. فتاني يوم بيقول لاخوه انت رحت فين امبارح بالليل؟ لكن يو سيوك بيقول له انت اكيد كنت بتحلم كالعادة، وقايم علشان يمشي. بس جين هنا بيقول له انت بتعرج على رجلك اليمين ليه؟ مش الاصابة في رجلك الشمال؟ بس يو سيوك بيقول له بطل هزار ومشى علشان كان مستعجل. وبالليل جين نام على المكتب واخوه هنا بيقرب منه وبيخرج سن الرصاص لحد عينه علشان يتأكد انه نايم. وبالفعل حط القلم قدامه وخرج، لكن جين كان صاحي للي حصل ده كله. فبيخرج ورا اخوه وشافه وهو ماشي على رجليه كويس وركب تاكسي ومشى. فجين وقف تاكسي ومشى وراه لحد ما وصل لمكان غريب، وهناك سمع الرجالة بتقول ان الزعيم وصل. وجين هنا لاحظ ان الاتنين اللي واقفين مع اخوه هم ضباط الشرطة اللي كانوا بيحققوا في خطف اخوه، وقالوا له ان مفيش عربية بالرقم اللي قال عليه. ودخل ورا اخوه لحد جوه لحد ما الاتنين دول شافوه وجروا وراه، لكنه قدر انه يهرب منهم واستخبى. بس اخوه وصل له وخدره ورجعه البيت تاني في نفس المكان اللي كان نايم فيه على المكتب. وبيصحى من النوم مفزوع واخوه بيكلمه بهدوء وبيسأله هو فيه ايه. فجين قال له مفيش حاجة ودخل للحمام، وهو هنا مرعوب لانه متأكد ان اللي شافه امبارح ده كان حقيقة مش حلم. وبدأ يتعارك مع اخوه وبيعرفه ان اللي شافه امبارح بالليل كان حقيقة، وانه خرج وراه وشافه مع الاتنين الضباط وهاجموه. بس يو سيوك مصمم ان مفيش حاجة من اللي بيقولها حصلت، وبيقول له ان القلم الرصاص والتاكسي والشخصين اللي هاجموك دول كلهم كانوا حلم، وان ده كله بسبب الدواء اللي انت ما خدتهوش امبارح. فجين افتكر فعلا انه ما خدش الدواء امبارح وبدأ انه يهدى. وبعدها اخوه خرج وراح جين للمكتب بتاعه، بس بيلاقي ان القلم واقع على الارض والسن بتاعه على المكتب فعلا. فبدأ يفتكر ان اخوه قال له ان مفيش حاجة حصلت لا من القلم ولا التاكسي ولا الناس اللي جروا وراه. فبيقول لنفسه ان هو ما قالش لاخوه كل التفاصيل دي، فبكده اتأكد ان كل اللي شافه امبارح كان حقيقة مش حلم. وراح لمامته وبدأ يحكي لها اللي حصل، وبيقول لها ان ده مش اخوه، وبيعرفها انها ما تحكيش حاجة معاه، وانه لو خرج النهارده كمان هيصحيهم ويمشوا وراه. لكن بالليل وهو رايح الحمام بيسمع مامته وهي بتكلم اخوه وبتقول له ان الغبي عرف كل حاجة وحكى لها عن اللي حصل امبارح. وفي نفس الوقت هي حست انه موجود ورا الباب وبيسمعها، فراحت علشان تشوفه لكنه كان نايم على سريره. وبعد ما خرج يتنط من الشباك علشان يهرب، وبيتفاجئ بابوه واقف قدامه وبيقول له انت رايح فين دلوقتي؟
فبيعرفوا انه رايح يقابل صاحبه ورجع على طول. ومامته كانت طلعت وواحد من رجاله يوسيوك كان واقف، بس هو وقع ابوه وجرى. ومامته هنا طلبت من الشاب ده انه يجري وراه ويمسكه، لكنه قدر انه يهرب ووصل لاسم الشرطه وبدا يحكي لهم اللي حصل، وانه بقاله شهر محبوس مع ناس كانوا مفهمينه انهم عيلته، لكنه هرب منهم بالعافيه. وهنا بيتحققوا من هويته وبيعرفوه انه مواليد 1977 وعنده 41 سنه. بس جيم بيقول لهم لا، انا مواليد 1977 وعندي 21 سنه، لان احنا في 1997 دلوقتي. فالظابط استغرب وبيقول له احنا في سنه 2017 مش 1977، ومبص في التقويم وتاكد بنفسك. فجين قام فعلا علشان يتاكد من كلامهم، وبيتفاجئ انه راجل عنده 41 سنه مش 21 سنه. فبيرجع للبيت تاني وبيقول لهم انتوا مين وعايزين مني ايه؟ فبدا يوسيوك يعرفه انه من 20 سنه في واحده اتقتلت هنا هي وبنتها، ودي كانت جريمه قتل بشعه وكانت صعبه جدا وبقت قضيه راي عام، لكن الشرطه ما قدرتش تعرف مين اللي قاتل. وبعد 4 سنين من القضيه اتقفلت ضد مجهول، لكن اهل اللي ماتوا مرتاحوش وكانوا عايزين حقهم، فجندوا يوسيوك علشان يعرف مين اللي قاتل. فجيم بيقول له يعني انا اللي قاتل؟ فقال له اه انت اللي قاتل، بس ما نعرفش ليه قتلتهم، ولما حاولنا نعرف منك انت عملت كده ليه كنت بتقول انك مش فاكر اي حاجه عن اللي حصل، واحنا اتاكدنا فعلا انك فقدت الذاكره ساعتها. فجابوا خبير تنويم مغناطيسي وقال لهم انهم يرجعوا له ذاكرته قبل الحادثه على طول، وقدروا انهم يعملوا كده واقنعوه انهم في سنه 1977. وبداوا الموضوع لما وصلوا البيت الجديد، بس يوسيوك مصمم ان هو اللي قتلهم وبيقول له هتموت بابشع الطرق قريب. لكن جين رد عليه بانه مش هيموت ولا حاجه، وفتح باب العربيه ونط منها وهم عملوا حادثه. وفي المستشفى جين بيحكي ليوسيوك انه كان في العربيه مع عيلته الحقيقيه وعملوا حادثه وابوه وامه ماتوا، واخوه فضل في غيبوبه ل6 شهور. فالدكتور المسؤول عن اخوه قال له انه لازم يعمل عمليه جراحيه خلال اسبوع يا اما اخوه هيموت. فهو ما كانش معاه حق العمليه وفضل يدور على اي شغل، لكن ما حدش راضي يشغله بالمبلغ اللي هو محتاجه. فساب رساله على النت بالمبلغ اللي هو عايزه، وتاني يوم جات له رساله من واحد باسم مستعار وبيقول له انه هيديله الفلوس اللي هو محتاجها، لكن المقابل انه يقتل حد معين. فهو اضطر انه يوافق علشان ينقذ اخوه، وخد منه عنوان الضحيه وقال له انه هيقتل الام بس وما يقتلش الطفل ولا البنت. وبالفعل وصل هناك، لكن ضميره ما سمحلهوش انه يعمل كده وكان خارج. لكن اتفاجئ ان الست صحيت وبتنادي عليه على اساس انه جوزها، ولما شافت معاه السكينه صوتت. فهو طلب منها انها ما تصرخ وانه هيخرج بكل هدوء. ولسه طالع بره فالبت نزلت من فوق وفضلت تصرخ بصوت عالي، فطلع وراها علشان يخليها تسكت بدل ما حد يسمعهم. وهي قفلت على نفسها، فهو حاول يفتح الباب بالعافيه فوقع عليها غصب عنه. ولما امن عليها اتفاجئ ان السكينه دخلت في بطنها غصب عنه، وامها كانت طلعت وصرخت هي كمان، فقتلها من خوفه. ولما نزل تحت اتفاجئ بالطفل وقال له ارجع نام وعد لحد 100، ولما تخلص عد هتلاقي ماما واختك معاك. وبالفعل الولد سمع الكلام وراح ينام وعد لحد 100، بس لما خرج لقاهم مقتولين. فاتصل بابوه وقال له على اللي حصل. وبنعرف هنا ان ابوه يبقى الدكتور المسؤول عن حالة اخو جين. ولما سأله هو عمل كده ليه، قال له لان في بوليس التأمين على مراتي، فكنت هأمن بيها مستقبل اولادي، لكن انت قتلتهم ودمرت حياتي كلها. فحاول انه يقتل جين بسبب اللي عمله، لكن وقع من فوق السطح وجين حاول يساعده لكن للاسف ما عرفش. وبنعرف ان الطفل الصغير هو يوسيوك. بيقول لجين انت ليه سبت الطفل وما قتلتهوش وسبته يتعذب في حياته؟ وبنعرف ان حياته اتغيرت بعد الحادثه دي، وان قرايبه خدوا فلوسه كلها ورموه في ملجأ للايتام، وساب له حقنه فيها ماده تموته وخرج بعدها. والممرضه بتشوفه رامي نفسه من شباك المستشفى، وفي نفس الوقت كان جين خد الحقنه اللي هو سابها له. واخر حاجه افتكرها انه قابل يوسيوك وهو صغير في الشارع وهو مع عيلته اللي كانوا عايشين حياه سعيده. وهنا بتكون نهايه فيلم النهارده. فلو عجبك الملخص اعمل لايك للفيديو واشترك في القناه لو انت لسه جديد معانا علشان يوصلك كل جديد.